لو قلت لك إن في 5 عادات بس لو عملتهم كل يوم لمدة سنة هيغيروا حياتك أكتر من أي كورس اشتريته أو كتاب ممكن تكون قريته. وأنا مش جاي أقول لك اقرأ كتاب كل يوم ولا اصحى الساعة 5 الفجر ولا كلام التنمية البشرية ده. أنا جاي أكلمك عن 5 عادات أنا شايف إن أي إنسان في الدنيا محتاجهم فعلا. بعضهم ممكن تكون أنت عارفهم عادي جدا، مفيش مشاكل ومكررين، ولكن أنا متأكد إن في ناس كتير عمرها ما بصت لهم بالطريقة دي. ورقم 5 بقى بالذات أغرب عادة فيهم، لدرجة إن في ناس هتختلف معايا جدا في العادة دي، لكن لو فهمتها صح هتعرف إن هي رقم 1 في الحفاظ على صحتك النفسية. أول عادة هي الصلاة. وقبل ما نبدأ لازم أوضح حاجة: الصلاة أولاً فرض وعبادة لله سبحانه وتعالى، ودي نقطة مش بنتناقش فيها أصلاً. أنا بس عايزك تبص للصلاة من زاوية تانية. لو جيت فكرت فيها هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى ما فرضش الصلاة مرة واحدة مثلاً في الشهر ولا مرة واحدة في اليوم، لأ، ربنا وزعها على مدار اليوم: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. كأن يومك كله متقسم لمحطات. ودي من أعظم الحاجات اللي موجودة في الصلاة، إن هي بتمنع يومك إنه يبقى سايب نفسه كده، بتمنعك إن أنت تصحى الصبح وتفضل ماشي في يومك كده على الله من غير أي ترتيب ولا نظام ولا توقيتات، لأن طول الوقت في وراك ميعاد، في وراك حاجة، في محطة جاية. وده شيء مهم جدا للإنسان، لأن الإنسان لازم يحس إن هو وراه التزام من أي نوع. محتاج يحس إن يومه ليه شكل، ليه إطار. ومع الوقت الصلاة هتبدأ تخلق جواك عادة الالتزام بصفة عامة، إنك مثلا تعمل الحاجة في ميعادها سواء كان عندك مزاج أو لأ. هتتعلم إنك تلتزم تعمل الحاجة، لأن هو ده بالظبط اللي بيحصل في الصلاة. وانا شخصيا ما كنتش ملتزم، يعني كنت بمشي على سطر واسيب 10، التزم يوم وبطل شهر. ربنا يتوب علينا، الحمد لله الموضوع دلوقتي. ولكن من ساعة ما التزمت من الصلاة الحمد لله بقالي حوالي 2 أو 3 اهو ملتزم تماما بالصلاة، والموضوع فرق معايا جدا، وفرق معايا في يومي وفي ترتيب يومي. طبعا بعيدا عن الروحانيات وعلاقتك بربنا، دي حاجة مش هنتناقش فيها، احنا قلناها قبل كده، ولكن بصلها من ناحية دنيوية. تحس ان يومك بقى مترتب، انت ليك عندك دايما وراك ميعاد، وراك حاجة تتعمل، فده بيزرع جواك وبيحط جواك مبدأ الالتزام. وفي رأيي الشخصي حتى لو واحد مش مؤمن ومش موحد بالله وبص للصلاة على انها نظام دنيوي بحت بعيدا عن اي روحانيات، هو نظام مذهل، نظام عبقري، نظام بيخليك حاضر ذهنيا، منتبه للوقت وملتزم. وعشان كده حطيت الصلاة أول عادة، لأنها مش مجرد عادة، دي الأساس اللي هنبني عليه بقية العادات كلها. العادة التانية بقى هي الحركة. وانا متعمد ما اقولش الرياضة، لان الناس اول ما تسمع كلمة رياضة على طول تتخيل اشتراكات جيم ومجهود وجري وضغط وبطن وعقلة، ومش ده اللي انا قصدي عليه اصلا. انا قصدي الحركة، اي حركة. امشي، اطلع السلم بدل الاسانسير، المشاوير اللي قريبة من البيت انزل روح اعملها مشي، اي حتة تقدر تروحها مشي روحها مشي. اعمل تمارين 5 دقايق في البيت خفيفة جدا، افتح فيديو يوتيوب من الناس اللي بتعمل كارديو واعمل معاهم لو تقدر. المهم انك تتحرك، حرك جسمك بأي شكل، لان المشكلة دلوقتي ان اغلبية الناس بقت مقضية يومها عبارة عن قعاد. يصحى الصبح يركب العربية قاعد، يروح الشغل قاعد، يرجع من الشغل في العربية قاعد، يدخل البيت ويفضل قاعد ماسك الموبايل قاعد، وبعدها يقول لك يا أخي مش عارف حاسس ليه بخمول كده. يا راجل، مع إن في الحقيقة ربنا خلق لنا جسمنا ده
علشان يتحرك، علشان يمشي، علشان يجري، علشان ينتج، علشان يعمل حركة دايما لازم يبقى فيه حركة مستمرة. وطبيعي جدا لما تبدأ تحرمه من الحاجة اللي هو اتخلق علشانها يبدأ يهدى ويضعف وطاقته تقل. وانا شخصيا شفت ده بنفسي. انا زمان كان اللي يجيب لي سيرة الجيم اتعفرت عليه، لا عمري كنت بحب الحركة ولا الرياضة ولا اي حاجة. لكن بعد رحلة طويلة من 120 كيلو ل 75 كيلو كنت عملت عليهم فيديوهين قبل كده في القناة، بخشوا اتفرجوا عليهم، حسيت قد ايه الحركة بتفرق في طاقة الواحد، في قد ايه هو يومه بيبقى نشيط، قادر تنتج، قادر تعمل، قادر تتكلم، قادر تروح، قادر تيجي، قادر تعمل كل حاجة في الدنيا لمجرد انك عودت جسمك على الحركة. مش لازم رياضة يعني. وصدقني الموضوع مش هيفرق معاك بس مش بس في شكلك، هيفرق في طاقتك، هيفرق في تركيزك، هتبقى مركز وفي احساسك بالحياة عموما. الغريب بقى ان في ناس فاكرة ان الرياضة بتتعب، لكن العكس تماما هو اللي صح. الناس اللي بتتمرن كتير فاهمة كويس الكلام ده. انت بتبذل مجهود كبير جدا في الرياضة او في الحركة او في الجيم، ومقابل ده بقى بتكتسب طاقة على مدار يومك كله. وعشان كده انا مش جاي اقول لك لازم تروح تشترك في الجيم، طبعا لو قدرت تعمل ده تبقى ممتاز، لكن لو ما قدرتش تحرك بأي شكل. المهم انك ما تعودش جسمك على الخمول، ما تعودش جسمك على انه دايما مرتاح وما بيعملش اي حاجة. صدقني انت مش مطالب تبقى لاعب كمال اجسام، هي الفكرة كلها انك ما تعودش جسمك على الخمول، لان الخمول بيجيب خمول، لكن الحركة بتولد حركة. وكل ما عودت جسمك على انك تتحرك هيبقى ده الطبيعي بتاع جسمك، وهيبقى دايما مستوى النشاط عنده عالي. فصدقني اتحرك علشان هتفرق معاك قوي في حياتك. العادة التالتة بقى هي انك تقعد مع نفسك كل يوم شوية. وانا مش قصدي التأمل ولا قصدي الاسترخاء ولا قصدي انك تفضل قاعد باصص في السقف لمدة نص ساعة، انا قصدي تقعد تفكر بس كده. اقعد مع نفسك، اسأل نفسك أسئلة وجاوب على نفسك، راجع يومك، راجع أفكارك، تخيل مواقف مستقبلية وشوف انت ممكن هتتصرف فيها ازاي. اتكلم مع نفسك بصوت لو حبيت. على فكرة الكلام مع النفس بصوت مش جنون، علشان بس ايه في ناس فاكرة ان ده جنون. انا ذات نفسي بتكلم مع نفسي بصوت، واوقات كتير بقى وانا ماشي مع نفسي في الشارع او سايق العربية بقعد بقى اتناقش مع نفسي واتخانق لي واعمل لي. المهم ان دايما الافكار اللي جوه دماغي تطلع ويبقى صوتها عالي، واقدر اتكلم مع الافكار اللي جوه دماغي وافهم دماغي دي عايزه مني ايه. والمشكله ان اغلب الناس الفتره دي ما عادتش بتدي لنفسها فرصه تعمل ده. اول ما يلاقي عنده دقيقه فاضيه يجري بسرعه يفتح تيك توك، يفتح انستجرام، يفتح يوتيوب. المهم ما يقعدش مع نفسه دقيقه واحده. بقينا بنستقبل معلومات طول اليوم، اخبار وفيديوهات واراء، لكن عمرنا ما ادينا فرصة واحدة بس لمخنا يرتب كل ده. عمرنا ما بنديله فرصة يعمل معالجة لكل المعلومات اللي دخلت له دي. ومع مرور الوقت تلاقي الواحد من دول عارف كل حاجة عن الناس بس ما يعرفش أي حاجة عن نفسه. عارف آراء الناس، عارف حياة الناس ومشاكل الناس، لكن لو جيت سألته عن حياته هو الشخصية، أو مثلا تسأله أنت عايز إيه في الحياة، ممكن ما يبقاش عنده رأي وما يبقاش عارف أصلا هو عايز إيه. وأنا شايف إن ده بيحصل نتيجة إن بقى في ناس كتير قوي بتخاف تقعد مع نفسها، لأن القعدة مع النفس أحيانا بتخليك تواجه حاجات صعبة، أسئلة أنت طول الوقت عمال تهرب منها. لكن صدقني الهروب منها مش بيخليها تختفي، هي بس بتفضل قاعدة مستنياك. وعشان كده حاول كل يوم إنك بس تسيب الموبايل من إيدك وتسيب كل حاجة حواليك، اقعد مع نفسك نص ساعة بس، فكر واسأل نفسك واسمع إجاباتك، لأن مفيش حد هيقدر يفهمك أكتر من نفسك. ولو ما قعدتش مع نفسك عمرك ما هتعرف نفسك فعلا. العادة الرابعة بقى هي إنك تعمل حاجة مؤجلة كل يوم. لاحظ إني ما قلتش حاجة كبيرة وما قلتش غير حياتك ولا افتح مشروع، أنا بقولك اختار حاجة واحدة بس كل يوم كنت مأجلها
واعملها. حاجة صغيرة، مكالمة تليفون، ترتيب دولاب، تنظيف المكتب، مشوار البنك اللي بقالك اسبوعين عمال تأجله، لمبة في البيت بايظة محتاجة تتصلح غيرها، سباك نفسك تكلمه ويجي يصلح لك المحبس اللي بينقط بقاله شهور وسنين، مكالمة تليفون لواحد قريبك نفسك تسأل عليه من زمان. أي حاجة، المهم تكون حاجة انت مأجلها وتكون حاجة صغيرة وعمال تقول لنفسك كل يوم هعملها وما بتعملهاش. المشكلة بقى ان الحاجات دي تبقى حاجات صغيرة كل واحدة لوحدها، ولكن لما بيتجمعوا مع بعض بيتراكموا في دماغك وبيبقوا حمل كبير قوي. والغريب بقى ان معظمهم ممكن حرفيا يخلص في 10 دقايق او ربع ساعة او مكالمة تليفون، بس احنا بنفضل نأجل، مرة بسبب الكسل، مرة بسبب الخوف، مرة بسبب ان انت قاعد ومأنتخ ومريح، ومرة بدون أي سبب أصلا. وأنا مؤمن إن من أجمل المشاعر اللي الإنسان ممكن يحس بيها هي شعور الإنجاز، حتى لو الإنجاز ده بسيط، لأن أول ما تخلص الحاجة الصغيرة اللي أنت مأجلها دي هيجيلك إحساس غريب كده، إحساس بالراحة، إحساس كده إن في حاجة اتشالت من على صدرك وإنك اتحركت لقدام، وده هيشجعك تعمل حاجة تانية وحاجة تالتة، وفجأة تكتشف ان يومك بقى كله مليان حركة وانجاز. وعشان كده انا شايف ان افضل ميعاد في اليوم تعمل فيه الحاجة المؤجلة دي هي اول حاجة الصبح، مش شرط ولكن يفضل، لانها صدقني هتديك دفعة قوية جدا لقدام، ان انت حسيت ان انت انجزت حاجة فهتبقى عايز دايما تنجز اكتر وتزود على نفسك، فهيبدأ يومك يبقى مليان انجازات ومليان طاقة ومليان شغل ومليان حركة. والاهم بقى من ده كله ان انت هتيجي بعد شهر هتكتشف ان انت خلصت 30 حاجة كنت مأجلها. مين اصلا مأجل 30 حاجة؟ صدقني هتلاقي نفسك مأجل اكتر من 30 حاجة. دور كويس، كل يوم اعمل حاجة واحدة بس، وصدقني في حاجات كتير قوي في حياتنا مش محتاجة مجهود كبير، هي محتاجة بس ان احنا نبطل نقول بكرة. اعمل حاجة مؤجلة كل يوم علشان تعود مخك انه بينجز، وتعود نفسك انك بتتقدم حتى لو بخطوة صغيرة. العادة الخامسة والأخيرة، ودي يمكن أغرب عادة في القايمة كلها، اختار حاجة تافهة تعملها كل يوم. أيوة، تافهة بالمعنى الحرفي للكلمة، حاجة مش هتجيب فلوس، مش هتطورك، مش هتخليك أنجح، ومش هتضيف أي إنجاز لقائمة إنجازاتك، بس أنت مستمتع بيها. ودي نقطة مهمة جدا، لأننا بقينا عايشين في زمن بيحسسك إنك لازم كل دقيقة وكل لحظة تستفيد بيها، لازم تتعلم، لازم تشتغل، لازم تطور نفسك، لازم تستثمر في وقتك، لازم تنتج، لازم تعمل حاجة. لكن الحقيقة إن الإنسان مش آلة، وإنت مش ترس في مكنة شغالة 24 ساعة. إنت إنسان ومحتاج تدي فرصة لنفسك إنك ترتاح. ومش قصدي هنا بالراحة اللي هي النوم، لا، أنا قصدي ترتاح، تفصل، تعمل فهمت الفرق؟ أنا بتكلم عن نص ساعة أو ساعة بس في اليوم تعمل فيهم حاجة أنت بتحبها، تتفرج على مسلسل، تتفرج على ماتش، تلعب لعبة أو جيم بتحبها، تتفرج على فيديوهات خفيفة بتضحكك، ترسم، تشخبط، تعمل أي حاجة. المهم إن هي تكون حاجة تافهة مش هتزودك ومش هتنقص منك، كل اللي بتعمله لك إن هي بتريحك، بتخليك مبسوط، بتخليك سعيد. المهم تكون حاجة ما وراهاش هدف، وحاجة انت مش محتاج تطلع منها بفايدة. من الآخر حاجة ما تقولش بعدها أنا استفدت إيه، ولا حاجة، استمتعت وخلاص. بس خد بالك، أنا مش بتكلم عن الهروب، لأن الهروب حاجة تانية خالص. لو عندك بقى شغل ومأجله، مسؤوليات وبتتهرب منها، حاجة مهمة ولازم تعملها وسبتها علشان تقول لنفسك أنا محتاج أعمل حاجة تافهة، محتاج أرتاح، دي مش راحة، دي هروب. أنا بتكلم عن الراحة بعد ما تعمل اللي عليك، بتكلم إنك تدي فرصة لمخك، فرصة قد كده انه يقف ويهدى شوية ويبطل تفكير. لان الانسان لو فضل طول الوقت يستهلك نفسه هيتحرق،
ولو فضل طول الوقت يضغط على نفسه هيتعب، ولو فضل طول الوقت يعامل نفسه على انه آلة هينسى اصلا ان هو انسان. وعشان كده حبيت ان انا اختم القائمة بتاعتي بالعادة دي: كل العادات اللي فوق بتخليك احسن، ولكن العادة دي بتخليك تقدر تستمر. وافتكر دايما انت انسان، انت مش آلة، مش مطلوب منك انك تفضل 24 ساعة في حالة انتاج. في النهاية انا مش بقولك ان ال5 عادات دول هيحولوا حياتك في اسبوع ولا في شهر، ومش اول ما هتعملهم هتبقى انسان جديد، لكن اللي انا متأكد منه انك لو التزمت بيهم سنة كاملة هتبص على نفسك اخر السنة دي ومش هتعرف الشخص اللي انت كنت عليه النهاردة. لان التغيير الحقيقي عمره ما بيجي من قرار كبير وبس، بتتكرر كل يوم: صلاتك، حركتك، وقتك مع نفسك، الحاجات اللي مؤجلة عليك وخلصتها، والساعة اللي سمحت لنفسك فيها انك ترتاح شوية. حاجات بسيطة جدا لكن تأثيرها اكبر مما تتخيل. فانا عايزك بقى تبدأ في العادات دي من النهاردة، وما تستناش اليوم المثالي، لأن اليوم المثالي عمره ما بيجي.